رز بلبن المحلات بمكونين بس، احلى واطعم رز بلبن ممكن تاكليه في حياتك. صدقيني الوصفه دي لو جربتيها مش هتعملي رز بلبن بعد كده غير بالوصفه دي. انجح رز بلبن ممكن تعمليه في حياتك. لما بتروحي تاكلي رز بلبن من المحلات الكبيره، مش لازم اقول اسامي، وبتبقي هتموتي وتعرفي ايه الطريقه ازاي، خطير وتحفه وفظيع كده، واكيد مش مكلفين كتير يعني. هي دي الطريقة، بمكونين بس هتعملي اطعم واحلى رز بلبن ممكن تجربيه. يلا بينا اقول لكم الطريقة على طول علشان ما اطولش عليكم. كيلو لبن مغلي ومتساب لحد ما يعمل وش، يعني دافي. فهماني؟ لازم التركة دي لازم تبقي غالية اللبن من قبلها وسايباه يدفى خالص لحد ما يعمل الوش كده بره التلاجة. شايفاه؟ والوش بتاعه تقيل. اهم حاجة ان وش اللبن يكون دسم تقيل. طبعا ما ينفعش خالص جهينة او اي براند تاني، المعلبات عامة ما تنفعش. ومعايا على كيلو اللبن نص كوباية من الرز المصري، طبعا هغسله. ومعايا ربع كوباية من السكر للتحلية طبعا. يبقى الرز بلبن بتاع المحلات بتاعنا الخطير بلبن ورز فقط لا غير. هنزل كده بالرز بتاعي بعد ما غسلته، هديله تقليبه محترمه. كل ده على البارد، اللبن بتاعي دافي، انا غليته من الصبح وعملت الرز ده على اخر النهار، والرز بلبن او اللبن بتاعي كان دافي. وهنزل عليهم بكوبايتين ميه. ايوه ميه، مش مي معاكي، ولا طعم اللبن هيروح ولا هيبقى طعمه ميه ولا اي حاجه. هما بيعملوه كده بالظبط. اكبر محلات رز بلبن بيعملوه بالطريقه دي، اللي بيبقى طعمه دسم كده وكانه كله لبن في لبن. هما بيعملوه بالطريقه دي بالظبط. اعمليه وعلى ضمانتي. ادم لبنك تقيل وجايباه من عند لبان محترم ولبن بلدي، يبقى اعمليه وعلى ضمانتي. الميه ولا كانك حطيتي حاجه. قلبتهم على البارد كده، الرز مع اللبن مع الميه، وهرفعهم على النار على اقل درجه حراره. هقعد اقلب فيهم كده اول دقيقه على النار. لازم ايدك تبقى فيها. انا كنت كل دقيقتين 3 اخش المطبخ اديلها تقليبه عشان الرز ده بيلزق تحت في القعر، فاحنا لازم نفكه كده بالمعلقه. خطيره دي، احلى طريقه رز. انا كنت منزله لكم طريقه تانية، انا بصور لكم بعد، بسجل لكم بعد الفجر، فمعلش لو في حروف بتقع، انتوا خدتوا عليا خلاص. المهم انا عملت طريقه تانية، بس حرفيا دي اسهل واحلى طريقه، وهي دي رز بلبن بتاع المحلات، الطريقه المعتمده للمحلات، لاكبر محلات الرز بلبن. انا هنا قعدت شويه حوالي دقيقتين 3، كل ده على نار واطيه. اوطى حاجه وما تغطيش الحله، واوطى حاجه خالص البوتاجاز بتاعك يوصل لها. انا حطاها على العين الكبيره عادي وموطياها خالص، مخليها على شعله واحده. بصوا هنا انا بوريكم هو استوى ازاي. ما خدش معايا حوالي ربع ساعه على نار واطيه تماما. الرز بتاعك هينضج تماما. بصي هو سخن، بس حبيت برضو يعني اصريت برضو اوريكم هو ازاي مستوي. هو بيتقل مع نفسه، ما يغركيش ان هو خفيف كده، لا خالص، هو مش خفيف. هو لما بيقعد على النار حبة حلوين بيتقل مع نفسه على نار هادية، ولما بيبرد بيتقل اكتر كمان. هحط هنا السكر بتاعي واحط رشة فانيلا، ده حسب الرغبة. عايزة تحطي حطي، مش عايزة براحتك. ممكن تحطي عود قرفة لو بتحبي القرفة في الحلويات. هديلهم تقليبة كده وهقفل النار خالص. هجيب بقى انا الكاسات بتاعتي اللي انا حابه اقدم فيها. دي كاسات ايس كريم، انا بحب احط الرز بلبن فيها، بيبقى شكلها احلى يعني. ببقى عايزه لما ببقى عايزه ادلعهم بحطها في كاسات الايس كريم. هنا بقى بتعمليه ازاي؟ ما تصبيش من الحله، بيصب بالمغرفه. بس انا مش عارفه اختفت ليه، ابني اكيد كان واخدها في اللعب بتاعته، بس بهدلتني يعني. وقعدت بقى انضف وبتاع، بس يلا اقول لكوش بقى. هنا بقى انا كده صبيتهم كلهم، وهسيبهم في التلاجة يهدوا شوية، وهقول لكم على شوية تريكات. دي بقى بيتي، دي مش بتاعة المحلات. شوية تريكات ده انا بعملها لما بعوز ادلعهم. معايا شوكولاتايه جالاكسي او اي نوع شوكولاتة عندك يعني،
قطعته كده، هي شوكولاتايه واحده، قطعته كده، كانت بتعتبني خدتها منه قطعتها كده ايه وزينتها، عشان ما نبقاش برضو ايه زينا زي غيرنا، لازم نبقى مميزين. حطيت كده، هقول لك دلوقتي شويه تريكات جامده قوي. وكان معايا اوريو برضو بتاعبني، سرقته منه، بس هاكله له في الرز بلبن يعني. قلت ايه ادلعهم شويه، احنا بنعمل رز بلبن على طول ساده او بالزبيب، مره من نفسهم يتدلعوا. وكسرت اوريايه وايه وحطيت نصها كده. الحاجات دي بتفرحهم وبتخليهم، مش انتي بتشتكي من المواد الحافظه والحاجات اللي بياكلوها كل يوم، الحاجات دي هتخليهم ما يقربوش ناحيه السوبر ماركت. العين برضو ايه بتاكل قبل البق زي ما بيقولوا. انا فرفدت وحدايه بس من اوريو، عملت معايا كاسين، وواحده تانية يعني هما كانوا 2 اصلا، قسمتها ايه بالنص، حطيتهم على الكاسين. بقى ايه زي ما انتي شايفه كده. بصي انتي دلعيهم على طريقتك، اي حاجه موجوده عندك دلعي بيها. انا كان متواجد عندي، لو ما كانش عندي كنت عادي جدا يعني، هو طعمه لوحده اصلا يعني يغني عن اي حاجه حرفيا. دي احلى طريقه رز بلبن انتي تجربيها، هي بتاعه المحلات الكبيره اللي بتبقي مش عارفه ايه سرها، هو ولا اي سر، هما الفكره ان هو بيعملوها بالطريقه دي بالظبط. انا بقى بحب ايه ارش ايه رشه عسل كده، عسل ابيض خطير. انا لو عليا بحبه بالعسل الابيض بس من غير اي حاجه. ايوه هو ده اللي انا بعمله، ده هو ده اللي انا هاخده. رشيت كده برضو على الشوكولاته، مش هيجزع ولا اي حاجه، لان الرز بلبن بتاعنا السكر اللي فيه مظبوط، مش هيجزع مع الشوكولاته خالص، بس هيدي فليفر وطعم قمر. جربي الميكسات اللي قلتلك عليها دي، وهستنى رأيك في الكومنت. هنا برضو حطيته ايه حبة كده في التلاجة تاني، يمسك ايه نفسه كده. مش قادرة اقول لكم هما ما استنوش اصلا لحد ما يبرد خالص، هما طلعوه ولهطوه من كتر جماله. خطير خطير خطير. بالهنا والشفا على قلب اللي هيجربه يا رب. بس من جوه تحفه ازاي، بالذات انتي كمان لو سبتيه يجمد عن كده هيبقى احلى واحلى. بس زي ما قلتلك كان تحفه. وطبعا في الصيف بنحب اللي يرطب على قلبنا كده، الحاجات الساقعه الحاجات الساقعه دي بتبقى مطلوبه. تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير. معاكي اختك هالة، تنسيش تدعميني بلايك وشير، وتقولي في الكومنت لما تجربيه، واشتراك القناه. باي باي.